الصمت اللي دايما كان ملازمنا بقى حاكم قاتل. كل صوت صغير ممكن يكون آخر نفس. اليوم الأول بدأ فيه العالم يتحول لكون. السما ولعت، الأرض اتهزت، المدينة كلها اتقلبت. كنت عارف إن أي خطوة غلط، أي كلمة، أي حرف ممكن تقطع حياتي. ومن هنا بدأت الرحلة، رحلة البقاء بين الموت والصمت. كنت قاعدة في المستشفى، الجو كئيب، الناس كلها مرعوبة، وأصوات الأجهزة بتقطع الصمت بخوف مقطع، كأنها بتقول إن الأمل بيموت بالبطيء. رحت هناك بسبب العلاج، لكن مكنتش أعرف إن ده هيكون آخر مكان آمن هشوف. روبن صديقي الوحيد كان دايما بيحاول يطلعني من الحزن اللي ملا قلبي. قال لي بابتسامة خفيفة: تعالي نخرج شوية يا سارة، نروح نشوف عرض سوا، يمكن نضحك ننسى التعب. ابتسمت رغم كل شيء. كنت محتاجة أهرب من المستشفى، من الخوف، من إحساسي اللي حابسني بين الحياة والموت. ركبنا الأتوبيس والمدينة كانت هادية غير العادة، هدوء غريب مريب. حتى أصوات العربيات اختفت، والناس في الشارع ماشيين كأنهم أشباح. وصلنا لمصر، النور خفيفة والدنيا بتتحرك على المسرح بخيوط دقيقة، والناس بتضحك بخفوف كأن الضحك نفسه بقى حرام. بس أنا كنت حاسة بحاجة كبيرة سودة. قمت فجأة، مشيت برا المسرح، ابتديت أتكلم مع روبن بصوت عالي: أنت مش فاهمني، أنت مش صديقي بجد. العين كلها اتلفت علينا وأنا مش قادرة أسيطر على نفسي. سابني روبن واقفة، وركبت الأتوبيس لوحدي. الأتوبيس مشي في الشوارع الهادية، وأنا ببص برا الشباك بحاول أستوعب إيه اللي بيحصل. لكن فجأة الدنيا كلها اتبهدلت، السما انفتحت كأنها بتتشق نصين، وصواريخ نارية نازلة من فوق بتقلب الهوا من حرارتها. الناس في الأتوبيس بيبدأوا يصرخوا، وأنا مستمرة مكاني. ملحقتش حتى أفكر، صاروخ وقع في الأتوبيس، نور أبيض غطى كل حاجة، وبعدها ظلام مطبق. صحيت وأنا متغطية بالتراب والدم، كل حاجة حواليا محطمة، الصرخات، الدخان، النار المولعة في العربيات، والناس اللي بتجري من غير هدف. مشيت بخطوات مهزوزة وسط الضباب الكثيف اللي ملا المكان. كنت بدور على أي حد حي، لكن اللي شفته كان كابوس، جثث دم، صمت بيقطع القلب. فجأة ظهر أول صوت صرخة عالية، بعدها صمت تاني. الضابط اللي كان بيحاول يساعد الناس اختفى قدامي فجأة زي ما الأرض بلعته. ولما رفعت عيني شفت الوحش. كنت واقفة في نص الشارع، عيني مش قادرة أصدق إيه اللي شايفاه. الوحش كائن ضخم كأنه مصنوع من الحجر، بيتحرك بخفة غير طبيعية، بيتحرك في كل اتجاه، بيدور على الصوت. كل نفس بيطلع مني ممكن يوديني في حاجة أنا مش عارفة أنا رايحة فيها فين. كنت عايزة أصرخ، أهرب، أعمل أي حاجة، لكن جسمي كان متجمد. الوحش هجم على عربية شرطة كانت ورايا، وصوت الانفجار خلاني أقع على الأرض. الدم، الزجاج، الصراخ، وبعدها صمت تاني. فضلت أزحف على الأرض لحد ما دخلت ورا عربية محطة، وفي اللحظة دي لقيت إيد بتتشبك بيا. طبعا بصيت ورايا، روبن. اتصدمت، كنت فاكرة إنه مات في انفجار. همس ليا: اوعي تتكلمي، ويتحرك على الصوت. قعدنا سوا متسندين على العربية وبنحاول نكتم أنفاسنا. الوحش كان بيقرب، صوته عامل زي ما يكون من بعيد، وكل مرة بيقرب فيها الأرض بتتهز تحتنا. عدى من جنبنا، وقف لحظة كأنه شم ريحة خوفنا، بس بعدها راح ناحية صوت تاني بعيد. خدنا نفسنا بالعافية. روبن بص ليا وقال لي بصوت واطي: احنا لازم نلاقي مكان نستخبى فيه، الوضع مش طبيعي. مشينا بخطوات خفية بندوس على الزجاج المكسور بحذر لحد ما وصلنا لمبنى صغير كان باين عليه إنه مهجور، بس كان ملجأ الوحيد. دخلنا المكان لقينا بعيد عن الشارع، لقينا ناس تانية مستخبية، حوالي 5 أو 6، وهجوم كأن وجه شبح، وعينهم كلها نفس السؤال: هل في نهاية قريبة؟ قعدنا محدش بيتكلم، الكل عارف إن حتى الهم ممكن يقتلنا. في ركن الفوضى قطة صغيرة كانت قاعدة بتحاول تمشي، لكن في حد كتمها بسرعة. حتى الحيوانات بقت لازم تسكت علشان تعيش. فجأة سمعنا صوت طيارة في السماء، كل العيون اتلفت لفوق. في اللي باصص أمل، لكن روبن همس ليا: ده مش أمل، الصوت ده هيجيبهم علينا. فعلا ثواني بعدها الأرض اتهزت والباب اتكسر، الوحش دخل، صرخات مكتومة، ناس بتجري، الدم في كل اتجاه. روبن مسكني من ايدي وجراني ناحية الممر الخلفي. كنا بنجري من غير ما نبص ورا، بس صوته كان ورانا بيقرب أكتر لحد ما خرجنا برا المبنى واختفينا من العربيات المقلوبة. لما وقفنا نتنفس بصيت لروبن وقلت له بوش مرعوب: ده مش مجرد هجوم، دي نهاية العالم. هو ما قالش حاجة، بس نظرته كانت كافية. تاني يوم الشمس طلعت كأنها خايفة تضل. خرجت من المكان اللي كنا مستخبيين فيه، وروبن كان نايم تعب من كتر الجري والخوف. مشيت لوحدي في الشارع. المدينة اللي كانت مليانة حياة بقت مدينة أشباح. العربيات محروقة، البيوت مهدومة، والدم في كل مكان. كل صوت نايم، كل صفارة ريح كانت بتخليني أتجمد مكاني. دخلت السوبر ماركت مهجور، رفوف فاضية، ريحة موت في الهواء. بدأت أفتش بهدوء،
لقيت شوية أكل على تونة، شوية مية، وأنا بفتح العلبة الصوت الخفيف اللي طلع مني خلاني أترعب. قفلت نفسي، فضلت ثابتة دقيقة كاملة لحد ما اتأكدت إن مفيش حاجة سمعتني. لقيت طفلين عيونهم بتقول كل حاجة، رحتلهم بهدوء واديتهم أكل وقلتلهم بالإشارة اسكتوا. بدأت أحس بمسؤولية غريبة، مش مجرد عن نفسي لأ، عنهم كمان. بعد اللي حصل في السوبر ماركت قررت مقدرش أستنى. المدينة كانت بتنهار والناس القليلة اللي لسه عايشة بتحاول تهرب في أي اتجاه. سمعت من بعيد صوت طيار واللي ناجين اتجهوا لرصيف سويس ستارت. الكلمات دي كانت أول أمل من ساعة طويلة ونجحت. قررت أروح هناك أنا والطفلين اللي لقيتهم. شفت واحدة ست بتجري وهي شايلة ابنها، كانت بتصرخ. في لحظة اتسحبوا هما الاتنين، مفضلش غير الصمت وريحة الدم. خبيت الطفلين تحت العربية وأنا ببص حواليا بدور على طريق نكمل منه. شاب واقف من بعيد شكله تايه زيي، بيبصلي بخوف. قرب بحذر وقال لي بصوت أنا إيريك، أنت لوحدك؟ هزيت راسي بالإيجاب وقلت له بالإشارة إن في طفلين معايا في طريق ناحية الجنوب، بس لازم نتحرك دلوقتي قبل ما يسمعونا. مشينا سوا التلاتة ورايا وأنا قلبي بيترعش. السما كنت حاسة إن العالم نفسه بيصعد. الريح زادت، المطر بدأ ينزل. لقينا بيت شبه سليم في النص. دخلنا بسرعة نحتمي من العاصفة. كان في بيئة عيلة قديمة، صورة عيلة فيها بأطفال، أطباق على الترابيزة، كأن الناس اللي كانوا هنا اختفوا فجأة. قعدنا في الضلمة والولدين نايمين في حضني. إيريك كان قاعد قدامي بيبص في الأرض. سألته بهمس أنت كنت فين قبل اللي حصل؟ كنت بدرس هنا، والدي في إنجلترا. كنت فاكر إن دي بداية جديدة مش نهاية العالم. لكن في اللحظة دي حصل صوت خفيف، علبة وقعت من على الرف. اتجمدنا كلنا. صوت بسيط لكنه كافي. الوحش كان بار وظل الوحش بيظهر على حيط. إيريك أشار ليا اسكت وقرب من الباب بهدوء. الرياح كانت بتفتح شبابيك وتقفلها وصوتها بيدخل مع صوت الوحش. اللحظة اللي حاول فيها إيريك يقفل الباب صار الباب بصوت بسيط كده. الباب اتفتح، الوحش دخل. صرخة الولد الصغير وأنا جريت عليه، خبيتهم ورا الكنبة. إيريك مسك مصباح صغير رماه بعيد عن شتت الوحش. الوحش فعلا جري ناحية النوم، لكن في اللحظة اللي لف فيها رجعنا عليه. كل اللي افتكرته وقتها كلمة واحدة، الصمت. سكتنا كلنا، اختفينا من الوجود. تاني يوم قررنا نكمل طريقنا للرصيف. المدينة كانت خلاص شبه ميتة، كل شارع فيه أثر معلقة في سلع البشر. مشينا في صمت لحد ما وصلنا لمنطقة مغمورة بالمية. كان لازم نعبر. نزلنا ببطء، المية كانت باردة جدا بس أقل خطر من الصوت. إيريك كان بيتقدم بيختبر الطريق وفجأة وقف، وشه اتغير، عيونه اتوسعت. بصيت فوقنا، الوحش واقف، صرخة كاتمة بنفسها وأنا مسكت إيدي بقوة. فضلنا نعوم بهدوء لحد ما خرجنا على الجهة التانية. كنا بنتنفس بالعقل بس أحياء. إيريك كان بيترعش، قال لي الصوت واطي جدا. مكنتش مفكر إني أعيش اللحظة دي. بعد ساعات طويلة من المشي في شوارع محطمة لقينا كنيسة صغيرة وسط الخضرا، بابها نص مكسور. الناس اللي كانوا جوه قلقانين وجوههم متعبة، بس في عيونهم حاجة غريبة. أمل صغير عنيد مش عايز يموت. قعدت على الأرض، رفعت عيني فوق وبصيت في الفراغ. قلت في سري يا رب حتى لو الصوت ممنوع اسمعني. إيريك بيصلي وقلب هم. فقدت حني ودمعة نزلت غصب عني. بابا كان بيقول لي دايما إن الصمت أحيانا أصدق من الكلام، بس مكنتش أعرف إن الصمت نفسه هيبقى لعنة. فضل سكت شوية وبعدين مد إيده وغطى إيدي بإيديه. لسه فينا حياة، وطول ما في حياة في صوت جوه القلب محدش يقدر يسكته. بعد ما ارتحت شوية إيريك قرر يخرج يدور على أكل. خليكي هنا هرجع بسرعة. فضلت قاعدة، كل دقيقة بتحسسني إنها ساعة لحد ما رجع. كان ماسك صندوق بيض محروق نص، ريحته دخان روايح عجيب. ضحكت لأول مرة بجد من قلبي. قعدنا ناكل سوا، نسينا الخطر. بس اللحظة دي صوت بعيد ضايق، الأرض بتترعش تاني. بصيت وقال لي بهدوء خليكي ورايا. الوحوش رجعت بأعداد كبيرة، كل مكان بقى صدى للصوت الموت. إيريك حاول يفتح الطريق قدامي لكنه عمل عركة صغيرة كفاية كانت تخلي الوحوش يسمعها. صرخت من غير صوت وأنا بشوفه بيقع. الوحوش هجمات وأنت عارفة إن مفيش فرصة أرجعه. فضلت واقفة مش قادرة أتحرك لحد ما الوحش مشي. خرجت من البيوت، الدنيا ساكتة. صوت المدينة بقى جزء مني. كل خطوة كنت بمشيها كانت بتفكرني باللي راح. وصلت لنهاية الشارع، لقيت البحر، السما فوقي لونها رمادي والموج هادي بطريقة غريبة. قعدت على الرصيف، بس يمكن المعنى الحقيقي إننا نسمع اللي جوانا حتى وسط الصمت. يمكن الوحوش دي جت علشان تخلينا نفهم إن الصوت مش دايما نافع. ابتسمت لأول مرة من غير خوف. فتحت الراديو اللي لقيته في السوبر ماركت وشغلت أغنية قديمة.
الصوت طلع وكنت عارفة إنهم هيجوا، بس المرة دي مخفتش. أنا تعبت من الصمت، رفعت الصوت أكتر والشاشة السوداء، بس المرة دي كان الصمت مختلف، مش صمت خوف لكن صمت سلام. يمكن العاشر طول حياتهم خايفين من الضوضاء اللي أخطر صوت ممكن نسمعه لما صوتنا من جوه، صوت الندم، صوت الواحد في فيلم أركبت بلس محدش بيصرخ لكن كل واحد فينا كان بيصرخ جواه 1000 مرة. الفيلم ده والسلسلة كلها عمرها ما كانت رعب، كانت حكاية عن بقاء، عن الحب اللي بيتولد وسط النهاية، عن إنك ممكن تكون في عالم مليان وحوش بس لسه تقدر تختار تكون إنسان. الجزء الأول علمنا إن الصمت ممكن يكون وسيلة نجاة، الجزء التاني علمنا إن الإيمان ممكن يفتح طريقك حتى لو كل الأبواب اتقفلت، والجزء ده دي نو دي أون علمنا إن الخوف مش بيبدأ لما الوحوش تيجي، الخوف الحقيقي بيبدأ لما تكتشف إننا كلنا لوحدنا طول الوقت. بس رغم كل ده، كل مشهد، كل دمعة، كل خطوة في الظلام كانت بتقربنا من رسالة واحدة. حتى في أسوأ أيام دايما في فرصة تبدأ من جديد، حتى بعد النهاية نقلت لعالم بيحاول يتنفس، وانتهيت هنا كانت مجرد بداية تانية. استنوا الفيديو المجمع قريب جدا اللي هيجمع رحلة الصمت والخوف والإيمان من أول جزء لآخر لحظة. سلسلة أركبت بلس كلها في فيديو واحد هيخليك تعيش كل ثانية من بداية لنهاية وتفهم الرسالة الحقيقية ورا كل لحظة سكون وكل دمعة وكل تضحية. ولو وصلت لحد هنا فأنت واحد من اللي عاشوا معانا الرحلة دي من أولها واستحملت الصمت والخوف والليل الطويل. وما تنساش تكون جزء من الحلم الكبير، اشترك وفعل جرس وخلي صوتك يوصل عشان قبل ما السنة دي تخلص نكمل سوا 1000 مشتاق. اكتشفنا إن الرعب الحقيقي مش في الوحوش اللي بره، الرعب الحقيقي في اللي جوانا، في الخوف اللي بيكتمنا، في الكلام اللي مش قادرين نقوله، في الدموع اللي بنخبيها عشان ما نكسرش قدام حد. فهمنا إن الصمت مش دايما خوف، أوقات بيكون طريقة للحفاظ على اللي بنحبه، أوقات بيكون إيمان وثقة وصبر. السلسلة علمتنا إن القوة مش إنك تسمع بصوت عالي لكن إنك تقدر تواجه الحياة حتى وإنت ساكت. فهمنا يعني إيه عالي، يعني تكون مستعد تضحي بنفسك عشان صوت صغير يضحك، ويعني إن الحب ممكن يكون أقوى من أي وحش حتى لو الدنيا كلها سكت. وفهمنا كمان إن داي أون مش مجرد بداية نهاية العالم لكن بداية إنسان بيكتشف نفسه لأول مرة، بيكتشف إن الحياة مهما وجعت لسه فيها لحظة تقدر تبدأ منها من جديد. وإحنا كمان رحلتنا هنا في القناة شبه الرحلة دي جدا، بدينا بخطوة صغيرة بس صمت كبير ما كانش في حد شاف، ما كانش في حد سمع، بس كنا مؤمنين إن اللي بنقدمه هنا له معنى، وكل فيديو كان زي مشهد جديد من حياة، مش رعب لكن حلم بيتبني وسط الخوف. احنا النهارده قربنا نكمل 1000 مشترك، رقم صغير بس بالنسبة لنا هو معجزة صغيرة وسط عالم كله، وسط عالم كله دوشة، لأن كل مشترك، كل لايك، كل تعليق هو صوت بيكسر الصمت اللي بدينا منه. وعشان كده قبل نهاية السنة دي نفسي نوصل حلمنا سوا، نوصل لل1000 عشان نثبت إن الصمت اللي بدأنا منه كان يستحق نكمل، لأن دي مش نهاية القصة. خليكوا